ايه اسباب عدم التحسن بعد عملية منظار مفصل الحوض اللي هي بعد الهيب ارثروسكوبي؟ رقم واحد، وده كتير مننا هيستغرب علشانها، وهو ان في سبب تاني للألم غير مفصل الحوض، ودي بتبقى حاجة ليها علاقة بالتشخيص الأولي، وعشان كده احنا بناخد وقتنا عشان نكشف ونشخص المريض، وبنعمل كذا نوع أشعة عشان نوصل للتشخيص، وساعات حتى بنلجأ لحاجات زي حقن للمفصل قبل العملية اللي هي الدايجنوستيك هيب انجكشن، علشان نأكد فعلا إن مصدر الألم هو مفصل الحوض وليس من حاجة تانية. لأن لو هو الألم مش سببه مفصل الحوض وعملنا عملية في مفصل الحوض، أكيد المريض مش هيتحسن بعدين. تاني سبب هو إن في خشونة اوريدي حصلت أو تلف اوريدي حصل في المفصل، فبالرغم إن إحنا دخلنا وصلحنا الليبرم وشيلنا العظم الزيادة اللي كان موجود في المفصل اللي بيعمل الاصطدام، برضو الآلام بتفضل موجودة، لأن الآلام هنا سببها الخشونة. ودي حاجة بنعرف نشوفها واحنا بنعمل عملية المنظار، وبنعرف برضو نشوفها بالإشعاعات اللي بنعملها قبل العملية. في أسباب ليها دعوة بالتأهيل. التأهيل مهم جدا في العملية دي، يعني احنا حتى بنقول دايما للمريض إن في 50% من النتيجة بتاعت العملية معتمدة على اللي هنلاقيه واللي هنعمله جوه، وفي 50% معتمدة على التأهيل اللي هيتعمل بعد العملية. لو احنا ما التزمناش بالتأهيل او التأهيل ما اتعملش بشكل مظبوط، المريض مش بيوصل للنتيجة اللي هو عاوزها. وعشان كده احنا بنحاول نثبت موضوع التأهيل ده عن طريق دكاترة معينين احنا بنعمل لهم ريكومنديشن يقدر المريض بعديها يعمل عندهم التأهيل. وحتى لو مش هيعرف يعمل عند حد من الدكاترة دول، بنكتب أو نديله بروتوكول واضح للعلاج الطبيعي علشان خاطر نقدر نوصل لأحسن نتيجة ممكنة بعد العملية. برضو من الأسباب هي التوقعات الغير حقيقية أو ال unrealistic expectations، يعني اللي كان عنده وجع في مفصل الحوض بقاله سنين موجود وعضلاته ضعفت، مش طبيعي ان هو بعد لما هيصلح الغضروف ويشيل شويه العظم الزياده اللي كان بيعمل له اصطدام ان هو هيروح وهينطلق ويبقى ولا اكن كان عنده حاجه طول عمره. احنا حتى غيرنا شكل مفصل الحوض بتاعه، ففي برضو بعض الالام في بعض الاوضاع وبعض الريستريكشنز اللي ممكن تبقى موجودين في المرضى دول، خاصه اللي بقى عندهم اعراض استمرت في حياتهم لفترات طويلة. في بعض الحالات اللي تعتبر قليلة جدا إن المريض بيلتزم بالتأهيل والعملية اتعملت وكل شيء كان تمام، ويفضل عنده بعض الآلام اللي احنا ممكن ما نبقاش عارفين سببها. دي برضو موجودة في نسبة من المرضى، ولكن نسبة تعتبر قليلة جدا. معظم الحالات اللي بيفضل عندهم آلام بعد العملية بنقدر نوصل للسبب ونقدر نعالج السبب ده.